مرحبا حبايبي، اليوم فيديو مالتنا كلش سهل وبسيط. طريقة العمل الجمر العراقي بالبيت راح نسويه بمكونين فقط. راح نروح على طريقة العمل والمقادير. دي كريمة الزانة 32، الدهن مالها 500 غرام العلبة. بسم الله. راح نجيب طريقة العمل. راح اضيف ملعقتين مال كوب نشا، وراح اضيف قليل من الزانة بس حتى اذوب بيه النشا، احصل على نشا ذايب زين. هنا ورا ما ذوبته كل الزين، رغم هاي راح نصفيه حتى نتأكد ان 100% النشا ذايب، ما بي اي تكتلات. هنا راح احطه على درجة حرارة هادئة. هنا بدا يثخن الخليط وانا بعدني ما تركته، اظل اخلط بيه حتى لا يلتصق بقاع الطاوة او المقلاة. راح افرغه بهاي بايركس، حتى من اقصه ما اريد اقصه بالطاوة حتى لا تتجلخ، حتى اقدر اقصه بهذا البايركس احسن. اذا ما متوفر عندك البايركس تقدري تفرغيه بصينية مال فرن وتدخليه بالفرن على درجة حرارة هادئة من التحت فقط. هو يطلبوا من عندي اعيده فيديو مال لبن، يكتبوني على الواتس اب. يا ريت لو ترجعين تعيدين فيديو مال لبن انتي تحكين بيه حتى نشوف وين اغلاط مالتنا. انتي فيديو مالك كلش واضح، بس اللبن دي يجي ويانا كلش بيه مي، مالك ما شاء الله كلش قوامه قوي. فيا ريت لو توضحين السبب، بدنا نعرف شنو السبب. ان شاء الله عن قريب راح اسوي لكم فيديو خاص للبن مرة ثانية. هاي هنا ورا ما طلعتها من الثلاجة، أنا سويتها من الليل وثاني يوم الصبح قمت قصيتها وحضرتها وتريقنا بيها. تقدرين تسويها بالخمسة الصبح، تحطيها ساعتين ثلاثة بالثلاجة راح تبرد كفاية كل الزين. اكو هواية طرق عمل جمر العراقي، بس أنا أحس هاي الطريقة أنسب. إذا ندور أكل صحي ونسبة دهن أقل، هاي أحسن طريقة. اللي قد تصير نسبة دهن كلش عالي بيها، فراح أنصح أن أبد بيها بصراحة. وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسوا حبايبي تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى توصلكم كل إشعارات وفيديوهات جديدة.